بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ ماتش بعنوان اللي فاهم بيريح، ماتش الاهلي والمصري. النهارده كان في شويه حاجات حلوه كده في الماتش عايزين نتكلم عليها. انا مش هتكلم عن حاجات كتيره، بس انا عايز اتكلم عن امام عاشور وقد ايه فارق مع الاهلي في نص الملعب. ان انت عندك لعيب بالكواليتي دي، رضا سليم اللي خد على الفريق بسرعه وكان فاتح جبهه، كان فاتح شارع يعني من الناحيه الشمال. بيرسي تاو كده كده من السنه اللي فاتت وهو فايق ما شاء الله مع كولر، كل الحاجات الجميله. وهتكلم عن موديست طبعا. فنبدا كلامنا طبعا باهم صفقه، واللي انا اي حد كان بيتكلم معايا فيها، صفقه امام عاشور. صفقه امام عاشور لما كان حد بيتكلم معايا اقول له ده اهم صفقه ناقصه النادي الاهلي، لان احنا ما كانش عندنا حد رقم 8 في الاهلي بيعرف يتحرك بالكوره، بيعرف يتحرك من غير كوره، بيعرف يمشي الكوره سريع شويط. اللعيب ده كان ناقصنا الجزئيه دي. لو لقيت واحد مثلا زي حمدي فتحي، فهو حمدي فتحي ده يعتبر بالنسبه لي من افضل اللعيبه التكتيكيه اللي دخلت النادي الاهلي، لكن ما كانش عنده بول كنترول عالي، يعني ما كانش بيعرف يتحرك بالكوره، ما كانش شويت، بس كان بيتحرك وبياخد اماكن صح. بس امام عاشور فرق في الحته دي، سريع، بيتحرك، بيعرف يستلم، بيعرف يباصي، بيشوف الملعب كويس جدا. بان طبعا في الاسيست اللي عمله البيرسي تاو في الجون الثالث. كل الكلام ده كان امام عاشور عمله النهارده. نبدا بقى نقول الاهلي ليه كسب اصلا النهارده. الاهلي رجع لطريقته المعهوده، اللي في ماتش اتحاد العاصمه كانت في حاجه غريبه. ماتش اتحاد العاصمه كانت الخطوط كلها بعيده عن بعض. النهارده مارسيل كولر رجع زي السنه اللي فاتت، قرب كل خطوطه من بعض، 4-3-3 الطبيعيه، اللي هو بنلعب 1-6 و2-10 مش 2-8 عامه، لان الاثنين بيتقدموا. لما واحد بيتقدم واحد بيرجع 8 وواحد بيفضل 10، اللي هو بيبقى مهاجم تاني. اللي في الشوط الاول ديانج عملها كذا مره، وديانج طبعا عندي كده عليه كذا تعليق في تاخيره على الباصات، وبانت من ماتش اتحاد العاصمه ومن السنه اللي فاتت في مشكله جامده جدا في اليو ديانج. بيتاخر في باصاته كتير جدا، بيتاخر في السيروهات، بيتاخر في العرضيات، بيتاخر وبيقعد يفكر بدل المره 10. عشان كده امام عاشور كواليتي مختلف تماما عن اي لعيب نص ملعب عندنا. وانا مستني كريم نيدفيد ده، انا ان شاء الله مستني لما امام عاشور يلعب جنب كريم نيدفيد مع ديانج طبعا ومروان عطيه وكوكا. بسم الله ما شاء الله النهارده عامل ماتش رهيب. واحلى حاجه بقى ان كوكا، اللي يعني انا بتكلم عن كوكا من السنه اللي فاتت، ان هو يعني لو رجله في الملعب هيخلي مروان عطيه يبقى عينه في وسط راسه على المكان ده، لان الاتنين بقوا هيشاركوا بعض في المكان. هيبقى ده خايف يلعب عليه وده خايف يلعب عليه. فكوكا طبعا النهارده كان بسم الله ما شاء الله عامل ماتش حلو جدا. اللي فرق بقى عن ماتش اتحاد العاصمه لما قربنا الخطوط النهارده عن بعض ولعبنا الكره بتاعتنا بتاعت السنه اللي فاتت كلها، اللي كنا بنلعبها الطبيعيه، ما كانش فيه قلق، ما كانش فيه خوف، لعبنا بطريقتنا. رضا سليم بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كانه بيلعب من السنه اللي فاتت مع التيم، واخد عنده جرأه، بيرقص، بيروح ده. ولسه لما يجي مع التيم طبعا موديست، الناس بقى برضو هتسأل عن موديست وتشوف ايه مشكلة موديست. انا بالنسبة لي موديست عادي خالص، طبيعي خالص اللي كان بيحصل، مع انه بيتحرك حلو جدا جدا جدا، وفي كمية كور اتحرك فيها، كان مفضي بيرسي تاو ومفضي امام عاشور وهو جاي من تحت، وكان بيتحرك. بس هو طبعا لسه مخضوض، لسه برضو الارض النجيلة مختلفة عن النجيلة اللي كان بيلعب عليها. طبعا في حاجات كتيرة قوي ما نقدرش نحكم بيها عن موديست خالص، بس ان شاء الله هو هيجي، يعني ان شاء الله هيجي. ضيع طبعا انفراد عادي بتحصل لاحسن المهاجمين في العالم، كريستيانو كان بيضيع في عزه، وميسي كان بيضيع في عزه، عادي ان شاء الله هيجي. انا متفائل بيه ان شاء الله. مستني كريم فؤاد طبعا النهارده، يعني بسم الله ما شاء الله. انا بحب اللعيبه اللي زي كريم فؤاد، العيان كريم فؤاد واكرم توفيق، دول ان شاء الله لما يرجعوا هيفرقوا جدا مع التيم. هقول بس كام حاجه كده عن الماتش بسرعه. مبسوط طبعا من النتيجه. علي ماهر كالعاده، انا كنت متاكد لما كان اي حد بيسالني علي ماهر وانا قلقان من علي ماهر، واقول له هنكسب هنكسب هنكسب. انا كنت متاكد ليه هنكسب، لان علي ماهر بيكش قدام الاهلي، وانا كنت متاكد ان كولر هيخش ضاغط عالي. اول ما كولر رجع لطريقته اللي ما كانش بيعملها مع اتحاد العاصمه، قربنا خطوطنا، ضغطنا عالي،
بقت اول ما لعيبه المصري بتستلم الكوره تلاقي موديست بيضغط على اول واحد، تلاقي بيرسي تاو بيضغط من هنا، تلاقي ديانج بيضغط من هنا، امام عاشور بيضغط من هنا، رضا سليم بيضغط من هنا، رامي وعبد المنعم كانوا مقربين من خط الوسط، فبالتالي كوكا ما كانش تايه لوحده زي ماتش اتحاد العاصمه. كان مروان عطيه مش موجود مع لعيبه نص الملعب ولا موجود مع الدفاع، كان واقف لوحده، فبالتالي كان نص الملعب متاكل مننا. فانا بالنسبه لي كان ماتش اتحاد العاصمه لما اي حد بيسالني بقول له ده طبيعي، انا شايف ان هو ماتش في اول السيزون والاهلي عادي هيجي ومفيش اي مشكله. انا كان بالنسبه لي كنت حاسس كل اللعيبه مش يومهم، ولا حسين الشحات فايق ولا كهربا كان فايق ولا يعني كل اللعيبه كل الخط اللي كان قدام، وضيعنا على فكره في ماتش اتحاد العاصمه كتير. فكنت متاكد ان احنا هنرجع عادي خالص. كولر لما صلح الاخطاء بتاعه الماتش اللي فات، لما ظبط الدنيا، لما وقف اللعيبه صح. بس انا بالنسبه لي اللي فاهم بيريح، اللي فاهم فعلا بيريح. امام عاشور لعيب كوير، انا كنت مستني لعيب رقم 8 في المركز ده، وان شاء الله وبقول اهو كريم ندفد كمان لما يرجع يلعب معاه هيفرق جدا جدا جدا، لان كريم ندفد برده لعيب كوير، لما يلعب 8 ان شاء الله هيفرق. مع دخول اكرم توفيق، مع دخول اللعيبه اللي كانت مصابه، عمرو السوليه ممكن برده يدي. كل اللعيبه دي لا احنا ان شاء الله السنه دي في، بس من كتر الماتشات فانت هتلاقي التشكيله بتتغير كذا مره. لازم يبقى في لعيبه. النهارده اتبسطت جدا ان كوكا هو اللي بادئ، مع ان مروان طبعا الاحسن وكل الكلام ده، بس طبعا لما يبقى عندك 2 في المركز ده بيلعبوا كوره حلو دي حط تحتيها مليون خط، ان انت تعرف تبني عليه. يعني مثلا الشناوي يباصي لما يلاقي عبد المنعم ورامي مثلا ممسوكين كان بيباصي لكوكا، فكوكا يعرف يطلع بالكوره، مش لعيب مش خواف، لا بيعرف يطلع بكورته، بيعرف يباصي. كان حلو. علي معلول النهارده طبعا كان كويس عن الماتش اللي فات. طبعا الماتش اللي فات كانت الدنيا صعبه جدا معاه، لانه واضح انه كان جاي مرهق من ماتش المنتخب بتاع تونس، وده اللي كنا بنقوله يعني ان هو لعيبه الاهلي كانت محتاجه تريح من ماتش المنتخب، وكويس ان هي ريحت. بس طبعا الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل وخسرنا ماتش السوبر. بس السيزون ده ان شاء الله انا متفائل يعني. ممكن ما ناخدش كل البطولات، بس ان شاء الله يعني الاداء هيبقى احسن من كده بكتير قوي. الفكره بس اللي انا مستغربها في مارسيل كولر النهارده، احنا جالنا 6 كورنر او 7 كورنر في الماتش ده، احنا ما استغليناش اي واحده فيهم، وموديست موجود، ما لعبناش عرضيات كتيره وموديست موجود. فانا مش عارف هل في تعليمات معينه، يعني ما شفتش غير الكره اللي هي الكورنر اللي جه لعلي معلول، لعبوا اللي بره البيرسي تاو، او كان فاول يعني علي معلول، لعبوا بره البيرسي تاو وبيرسي تاو حطها ضعيفه، فاللي كان قبل الجون الاول على طول. فانا مستغرب يعني كولر ما استغلش الكورنر النهارده، بقى ان مع عبد المنعم بقى فيه وجود موديست، فده المفروض يفرق معانا. ان شاء الله بعد كده بعد كل ماتش الاهلي يا في نفس اليوم يا تاني يوم هطلع اعمل فيديو تحليلي. والمفروض انا ما اتكلمتش كتير عن التكتكس قوي، وما اتكلمتش كتير عن اللي عمله مارسيل كولر النهارده، غير ان انا بس بسطت الدنيا ان انا بقى عندي امام عاشور بيتحرك بالكره كويس جدا، بعرف اريح نفسي عليه، اسرع من قفشه بدل المره 10 في تحركه بكورته وفي تحركه في الملعب، ففرق معايا. رضا سليم سرعته فرقت جدا معايا في التنقلات وفي التحركات بتاعته، فكل ده فرق النهارده. الكواليتي بتاع الاثنين فارق جدا معانا، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن. انا المره الجايه ان شاء الله في الماتش الجاي هحاول لو اخرت الفيديو شويه. انا بس اتكلمت بسرعه النهارده والفيديو كان سريع عشان ماتشات التشامبيونز ليج عشان نلحق نتفرج عليها. فالمره الجايه ان شاء الله هحلل التكتكس بالدقايق بالحالات كلها ان شاء الله باذن الله. شكرا، سلام.